كوتلر كان شايف ان القرن ال21 دخل على الشركات، دخلت فتوة، دخلت معلم. قال لهم انا هتحداكم، لا هتعرفوا تعملوا ارباح ولا فلوس، ولا حتى هسيبكم على قيد الحياة في مواجهة بيئة اقتصادية ما بترحمش. التشالنج ده كان ممكن يطول ويتحقق، طبعا ده لو مفيش حاجة اسمها ماركتنج، لو مفيش حاجة اسمها تسويق، واللي بيلعب كي رول او دور اساسي في مواجهة التحديات اللي من النوع ده. تعمل ايه شركات كبيرة ولا حتى شركة مالتي ناشونال عندها مهندسين ومحاسبين و اتش ار واي تي وغيره، بدون ما يكون عندها sufficient demand for products and service، يعني يكون عندها طلب كفاية من السوق على او من العملاء على منتجاتها وخدماتها، طلب يخليها تنتج كتير فتبيع كتير فتكسب وتحقق ارباح بزياده. يعني من الاخر خليك عارف قاعده مهمه جدا: The financial success often depends on الماركتنج ability. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قدرتك انك تقدر تحقق ارباح وتوازن مالي متوقفه على قدره التسويق عندك على انه يخلق ويزود الطلب على منتجات او خدمات شركتك.